كاين اللي كيسميها قرية بحكم ان الهدوء ديالها وعدد السكان ديالها وكل شيء، كاين اللي كيسميها قرية، ولكن هي رسميا مدينة وبلدية. هاد النهار هذا غادي نديكم تعرفوا على الكالا لاريال اللي تابعة للبروفنسيا او للمقاطعة خاين، وبالضبط في اقليم الاندلس او الاندلسية، جهة اندلسية. مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. واول حاجة غادي نقول لكم هي السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي. هذه كانت طلباتني عليها واحد السيده شحال هذه، ولكن للاسف عاد كتب اني نحط لها فيديو. انا كيف ما كنقول لكم ما كنبغيش نحط مثلا نجيو نبقى نفتي عليكم بلا ما يكون عندي جوله عبر المدينه ولا القريه. كيعجبني يكون عندي الفيديو عاد نبقى نهضر، ما يمكنش انا غير نحط بيسي قدامي ونبقى نعرض عليكم. لا، كيعجبني هكذا، نتوما كتساراو وانا كنهضر هكا، انا كنرتاح. علاش قلت لكم كاين اللي كيسميها قريه وكاين اللي كيسميها بويبلو؟ انا بيدي كان كيسحب لي قريه، لكن هي في الاصل مدينه. علاش؟ لان هي صغيره، يعني بين 20,000 حتى ل 21,000 نسمه. راه فحال القريه اللي بارطاجيت معكم امبارح اللي تابعه لكورتوبا، فهذه تقريبا نفس عدد السكان. حتى البني الى لاحظتوه قديم، والشوارع دابا تساراو فيها وتشوفوها، يعني الا جيتو تشوفوه من نظره وداكشي غادي يسحب لكم قريه، لكن هي مسجله كمدينه. فهاد المدينه هذه كتواجد بين غرناطه وكوردوبا، يعني وقرطبه. غرناطه وقرطبه هذه كتواجد في الوسط ديالهم، يعني عندها واجهت واحد الموقع استراتيجي زوين بالنسبه للناس اللي كيكونوا وليداتهم مثلا كيقراو في الجامعه ولا شي حاجه. اما بالنسبه يعني اللي عندهم وليداتهم كيقراو في جميع المستويات، فهذه راه متوفره فيها جميع المرافق. هادشي هذا غادي نهضر فيه من بعد ان شاء الله بحول الله. هاد المدينه هذه مشهوره بزاف بواحد الحصن او بواحد، راه غادي تشوفوه في واحد التله سميتو لا موطا. هذا اللي هو اللي معروف اللي كيجيو له السياح من كل المنطقه باش كيشوفوه، لان هذه المنطقه ديال الاندلس كيف ما كنقول لكم كلها اثارات، كلها يعني بزاف الحوايج اللي كيبغاو يشوفوهم السياح اللي زوينين بزاف. هذا الحصن هذا اللي كان شحال هادي واحد الموقع دفاعي، يعني في العصور الوسطى كان في موقع دفاعي. باش قلت لكم انها يعني هذه راها مدينه ماشي قريه، غير من ناحيه ديال المرافق الاساسيه اللي كيتواجدوا بها. مثلا في هذه المدينه هذه غادي تلقاو المستشفى المحلي، يعني لوسبيتال، ماشي غير سينترو سالود، لا فيها لوسبيتال. يعني كاين اللي يقدم جميع الخدمات، طوارئ، استشاره طبيه، الجراحه، يعني كاين. وعاد فيها سينترو سالود، يعني كاين ماشي غير واحد، كاينه عده سينترو سالود اللي هما المستوصفات في عده جوايح. يعني هنايا باش كتعرفوا انها راها مدينه، لان كيكونوا فيها الاساسيات، يعني كل ما كيقلب عليه الانسان فراه متواجد. خلاص المدارس الابتدائي، الثانوي، الحكوميه والخاصه. كاين اللي كيبغي يقري وليداتو بريفي راه في اسبانيا اولا في اوروبا كامله، راه ماشي غير المغرب اللي فيه البريفي والدوله، حتى هنا كاين البريفي والدوله. وكاين اللي كيكون بحال لا ميلونج هكذا، ما هو بريفي ما هو ديال الدوله، كتكون كتخلص واحد النسبه ديال الفلوس وكيكون التعليم. المهم هذا موضوع واحد اخر ما غاديش نخوض فيه حاليا، سنهضر ندير فيديو واحد اخر، لان واحد السيده كانت طلباتني عليه على داك النوع من التعليم. كاينين معاهد ديال التكوين المهني، يعني في جميع التكوينات تقريبا. كاين مركز اللي هو كيتسمى هنايا او ان اي دي، اللي هو الجامعه الوطنيه للتعليم عن بعد، يعني فين كيديروا الدراسات الجامعيه والماجستير. المهم كاين يعني الانسان هكا بحال الكماليات او نقول حنا الاساسيات، فهما كاينين في هذه المدينه هذه. خلاص المكتبات العامه، المراكز الثقافيه اللي كتقدم يعني هكا بنادم، وفين كيديروا الوليدات السوايع، الجمعيات كاينين. كاينين المحلات التجاريه بزاف اللي كيبقاو يسولوني خلاص الناس اسبانيا اللي عارفين، الناس اللي مازال ما جايين دابا يعرفوا ان شاء الله بحول الله. السوبر ميركادوس اللي هما بحال المرجان ديالنا في المغرب وداكشي، فدائما كيسولوا واش كاينه ميركادونا، خاصه فاش كنبارطاجي معاهم شي بويبلو كيقولوا لي فين كاينه اقرب ميركادونا. فهاد المدينه هذه فيها ميركادونا، ديا، كوبيران، يعني هادو راها متواجدين في هذه المدينه هذه، يعني فيها كل شيء. يعني راها مدينه واخا العدد ديال السكان ديالها كيف ما قلت لكم كيتراوح غير بين 20 حتى ل 21 الف نسمه. فيها المحلات ديال الصغارين ديال الباكستانيين وغيرهم، راكم عارفينهم، محلات ديال الحوايج، محلات الاجهزه الالكترونيه، الادوات المنزليه. خلاص هذا السوق الاسبوعي حتى هو اللي كيكون، اللي كنسميوه هنايا الميركاديو. كيكون دائما، راكم عارفين السوق هنايا في اسبانيا، فكيكونوا ايام الاسبوع محدده اللي كيكون فيهم الاسواق.
كاينه محطات الحافلات اللي يعني كتربط هاد الكالا لا ريال بغرناطه وخاين وكورتوبا راكم عارفين. خلاص حتى هي عندها لوتوروت، يعني فاش كيمشيو الطوموبيلات محطه القطار ما كايناش. باش هذه يزيدوها في راسكم، محطه القطار ما كايناش. خلاص الناس اللي كيبغيو يديروا وليداتهم شي اكتيفيداديس، يعني شي رياضه ولا شي حاجه، فكاينين المراكز الرياضيه، كاين ملعب كره القدم، كره السله، لا بيسينات كاينين. المهم كاين كلشي، الجردات، المهم المسارح، دور الثقافه. المهم هادشي كامل كاين في هاد المدينه هذه اللي هي على شكل قريه ولكن هي مدينه. انا صراحه كنبقى نقول قريه كتجيني قريه، المهم وهي مدينه. خلاص الأبناك أو مراكز البريد، الأيونتامينتو اللي هو البلدية، مراكز الخدمات الاجتماعية، دعم الكبار المسنين اللي هي في الآخر ريسيدنسياس، في دار العجزة كما كنقولوا حنايا. خلاص المراكز الشرطة، الحرس الملكي المدني عفوا. يعني هاد الشيء هذا كامل فهو متواجد. علاش انا كنقول لكم هاد الشيء هذا كامل؟ لان بزاف الناس كيبقاو يسولوا على المرافق الاساسيه. لان باش تسكن في شي بلاصه، خاصه الا ما كانش عندك السياره وكتكون مضطر انك تمشي بلاصه وحده، فهذه صعيبه. لكن فاش كتسكن في شي بلاصه وكيكون يعني كامله، يعني كامل المرافق كاينين، وخلاص بحال هاد المدن هادو، يعني واخا صغيورين كيكون يعني فيهم مرافق وكيكون فيهم يعني ان الانسان يقدر يخدم، خاصه الا عنده الصنيعه ديالو. فهاد المدن هادو هما بحال قريه كبيره وفي نفس الوقت مدينه صغيره. يعني هنا الانسان يقدر يخدم فيها بالصنيعه ديالو، يخدم فيها. راه ماشي بحال اللي فيها غير 200 شخص ولا 300 ولا اقل. فهذيك اللي عنده الحرفه صعيب يخدم فيها. يعني هنايا الناس اللي عندهم الحرفات ديالهم، اللي قادر يفتح شي محل يبيع ويشري فيه، او لا يدير حلاق ولا جزار ولا شي حاجه. فهنا صالحه يعني اكثريه تاع الخدمات اللي كيخدموهم الرجال في هذه القرى هذه. وهنا غادي انا ديما كيدابزوا معايا العيالات كيبقاو يقولوا لي كدابزوني مع انا والله ما كنقصد. انا دائما حيت كنعرف بان اكثريه تبارك الله حنايا العرب ان الرجال اللي كيخدموا يعني قليل اللي كتخرج المراه مضطره انها تخدم، سوا كتكون هكا الصالير ديالو ما كافيهش، او لا الظروف صعيبه، او لا هو ما جبرش خدمه. داكشي كنبقى نقول الخدمه ديال الراجل وسمحوا لي كيبقاو يقولوا لي علاش ما كتبقيش تقولي الخدمه ديال المراه. انا اليوم غادي نحط لكم حتى الخدمه ديال المراه ان شاء الله بحول الله، وكنعتذر والله ما كنقصد. ولكن خصكم تعرفوا بان في اسبانيا ما كاينش الفرق بين المراه والراجل في الخدمه. اي خدمه تخدمها المراه والراجل ما كاينش هنا الفرق نهائيا. راه المراه حتى هي كتمشي للكامب وتخدم في الفلاحه، المراه حتى هي كتخدم في البنيه، المراه كتخدم في كل شيء. راه في اسبانيا ماشي بحال في المغرب نقولوا هاد الخدمات هادو كيكونوا حكر على الرجال، يعني بحكم ان البنيه الجسديه نتاع المراه ما تقدرش عليها وبزاف الحوايج. هنا لا، هنا طلبتوا الحقوق بحال كيقولوا لنا طلبتوا الحقوق يوقدوا بهم، خدمي في كل شيء. هادشي ما كان. نرجعوا لعند الخدمات اللي يعني يقدر يخدمهم الانسان بحال هاد المدن هذه. بحال مثلا اول حاجه ديما كنقولها لكم في جهه الاندلس او الاندلسيه او لا خاين بالضبط. لان هذه تابعه لعند البروفينسيا ديال خاين. فجني الزيتون يعني هذا بالدرجه الاولى جني الزيتون، اولا العنايه بالاشجار اللي قلت لكم انا، داك التلقيم وداك كيقطعوه يزبروه واللي كيقطعوه. مهم الناس اللي فاهمه في هذا، الرجال راه كيفهموا في هذا الشيء. وخلاص النقل هنايا لان داك الشجار وديك الزيتون وديك باش كيتنقل راه كاينين هنا كيخدموا الشيافر بزاف. مثلا اللي كيعرف يسوق كاميون، اللي كيعرف يسوق تراكتور، اللي كيعرف المهم الشاحنات ديال النقل. هنايا الشيافر كيكونوا مطلوبين لانهم كيف ما كنقول لكم نقل الزيتون، نقل الزيت، مهم كيحتاجوا الشيافر. المهم كاع الخدمات اللي كترتبط بالمنتجات الزراعيه، معاصر الزيتون، التخزين، هادشي هذا كيحتاجوه. خلاص كاينه الخدمه في البني، يعني كيخدموا عمل في البني. هنايا انا قلت لكم راهم كيتباعوا الديور، انا غادي نوريكم الديور راه كيتباعوا رخاصين. والناس بحال اللي كتعاود تطلعها من جديد، لان كيف ما غادي راني ركزت لكم اني تشوفوا التصاور مزيان عند الديور اللي كيتباعوا ب 10000 ديال الاورو كيفاش دايرين. راه بحال اللي كتشري طرف الارض. يعني مثلا هنايا الناس كتشري رخيص وكتولي تعاود تبني. لذلك هنا مطلوب البنايين بزاف، مطلوب النجاره الحداده. وخلاص كاينين مصانع في هذه المدينه هذه بحال ديال البلاستيك، ديال المعادن، ديال لومباراج. مهم كاينين مصانع. كيف ما قلت لكم فالشيافر هنا مطلوبين بزاف.
وخلاص الخدامي اللي عنده شي حريفه ميكانيك ديال الطوموبيلات، اما يفتح ديالو او اللي يخدم مع شي واحد تريسيان، الناس اللي كيدير بلومبي، هادشي هادو كاملين كيخدموا فين ما مشيتو. المهم اي حاجه غير تكون البلاصه كبيره، مثلا غير قريه كبيره او مدينه، هادو دائما كيكونوا خدامين. ما غادي نهضروا على العيالات كيف ما قلت لكم، فراه دائما الخدمات تقريبا بحال بحال، ولكن العيالات بالاكثريه كيخدموا اما في البيع والشراء، يعني في شي محل كتكون محل مقابله شي محل، او تخدم في شي سوبر ماركادو، ولا في هكا في قهوه حتى هي، او لا في مطعم انها اما طيب اما تغسل الماعن. فهادو الخدمات اللي انا كنقول لكم الخدمات اللي كنشوفهم بالاكثريه انا في سوق العمل. مثلا كتدخل عن انفو جوب مثلا، ولا اي موقع ديال اللي كيطلبوا الخدمه، فكتشوف يعني الخدامي اللي طالبين فيهم الناس. الخدمات عاوتاني اللي كيكونوا حتى العيالات كيشاركوا في جنين الزيتون، يعني حتى هما راه ماشي زعما تيكرا ما كيخدموش في الزيتون، كيخدموا فيهم العيالات. خلاص يعني كيخدموا حتى هما في هكا لومبالاج ديال الزيت وديال الزيتون. داكشي راه كاينين، قلت لكم كاينين شركات، لان هاد المنطقه راها كتصدر وراها واخده مرتبه عليا في تصدير زيت الزيتون والزيتون خلاص. وخلاص الخدامين اللي كتعرفوهم، يعني تنظيف المنازل والوطيلات وديكشي، يعني الليمبيسا راها معروفه. والعنايه بالاطفال، كاين اللي كتقابل الوليدات، والعنايه بالمسنين، يعني راكم عارفين هما كيكونوا كيساعدوا المسنين كويدادورا، يعني كتقابل كاين اللي كتخدم انترنا تبقى عايشه معاهم اولا شي حاجه، وكاين اللي كتمشي بالوقت وتجيب الوقت. كاينين بزاف د الخدامين، راه ماشي غادي نجي انا في هذا الفيديو غادي نحط لكم جميع الخدامين، لان كاين شي خدامين انت كتكون كتعرفهم، انا كاع ما عارفاهمش، يعني كل واحد والرزق ديالو بطبيعه الحال، وكل واحد شنو كيعرف. كاين الناس اللي تبارك الله قاريه، كاين الناس اللي يعني كتجي مثلا تبقى تقري وليدات الناس ديالهم السوايع. كاين الناس اللي عندها دبلومات اللي زوينين بزاف، باتيسري مثلا، شي دبلومات اللي كاع انا ما على باليش. اما الخدمه كيف ما كنقولوا دائما ارزاق، والانسان يتوكل على الله ويبحث، وربي غادي يجيب له السهله والتيسير. كيف ما قلت لكم، فهاد الخدمه ديال البنيه علاش مطلوبه هنا؟ لان حتى هنايا كاينين الديور اللي كيتباعوا رخاصين، كيف ما غتشوفوا في هذا الفيديو هذا اللي غادي نخلي لكم في اثمنه ديال البيع نتاع الديور. كيف ما شفتوا في بدايه هذا الفيديو اللي حطيت لكم ديال البيع والشراء، ركزت لكم على ديك الدار اللي محطوطه للبيع ب 10000 اورو. فراكم شفتوها، يعني في هذه كتشري طرف د الارض، يعني شنو فيها؟ واحد البيت اللي باقي داير، اما الشيء الاخر كله مهدم. يعني هاد الدار هذه فغادي تعاودها من جديد، يعني غتعاود تطلعها من جديد. وهنا فين هضرنا على ديك رخصه السكن، يعني بعد ما كتصلحها وداك الشيء راه ضروري من بعد ما مني غادي تجي تسكن راه كطلب رخصه السكن، بان صافي راها ولات قابله للسكن، سيرتو ان هذه باينه انها تهجرات واحد المده طويله. هادشي ما كان.
بالنسبة للكراء في هاد المدينة هذه فهو مقارنة يعني بالمدن الكبار وداك الشيء فهو رخيص، يعني الانسان هكا كيلقى بواحد الثمن اللي يناسبه او لا. لان واخا ديت بالكم نتوما مثلا الناس اللي باقيين على الطالغين يقدر يبان لكم مثلا غالي، راه ما غاليش، لان كنشوفوا الاثمنه في المدن الكبيره غتصدموا. بطبيعه الحال دائما خصكم ديروا بالكم واحد الحاجه، المدن الكبيره فيها الخدمه تبارك الله يعني ما تقلش، يعني هما كيقلبوا على الخدام لان فيها الرواج، فيها عامرة، فيها الخدمة، تقدر تخدم حتى جوج خدمات في النهار فيها الخدمة. ولكن فيها الكرا غالي، بحال هاد المدن هادو الصغارين كتكون فيهم الخدمة قليلة، يعني راه تقدر تبقى كتقلب مدة عاد تلقى الخدمة، سيرتو الا ما كانت عندك لا صنعة ما عندك لا شي حاجة فكتكرفس شويش. ولكن فيهم الكرا شويش مرفق، يعني الانسان يقدر يكري، يعني يقدر يدبر على راسو في الكرا. المهم انا نخليكم اثمنه الكرا تشوفوها وعاد نكملوا. كنتو مع الفيديو اللي هضرت لكم فيه على هاد المدينة الكبير الصغير عفوا والقرية الكبيرة. أنا كتجيني صراحة الله فحال البادية، لأن بحال القرى السابقة اللي بارطاجيت معكم اللي 70 خاين تقريبا بحال غير هي كيف ما قلت لكم إداريا كتسمى مدينة. هاد الكالا لا ريال صراحة الله زويونة تاريخيا ومهم معروفة أن فيها في وقت الحرارة راه كاين الصاد، ووقت البرد راه البرد. هاد الجهة هادي كاملة هكذاك باش تكونوا عارفين الجو ديالها هو هذا، يعني راه كاين البرد وكاين الصهد. حيت غتقولوا لي فين هما الناس راه داخله في الديور ديالها، يعني الناس كتكون فوق الشمس، راه الناس مخبعه. سيرتو ان هاد الفيديوهات هادو راه يعني راه باقا الحراره حاليا عندهم. المهم هاد الفيديو ما عندوش بزاف، يلا عنده واحد اليومين باش وصلني. المهم كنتمنى ان هاد الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم. كيف ما كنقول لكم انا ما كنقول حتى شي واحد اجي يعيش هنا ولا راه احسن بلاصه ولا شي حاجه، لا، انا كنجيب لكم فيديو فيه جوله تعرفوا على المدينه، تعرفوا على القريه، اي حاجه غنبارطاجيها معكم تعرفوا عليها. كنعطيكم لمحه على بعض المعلومات حول هاد القريه هذه، وكيبقى عاوتاني نتوما غادي تبداو تبحثوا بطبيعه الحال. ماشي غير المواقع، كتشوفوا الناس اللي كتعرفوهم، شي واحد اللي ساكن قريب لديك البلاصه اللي بارطاجيت معكم انا، سقسيو. المهم كديروا مجهودكم الخاص. انا فقط كي كنقولوا انا كندير لكم واحد اشاره، يعني كان راس الخيط، ها هي كيفاش دايره هاد المدينه ولا هاد القريه ولا شنو غادي نبارطاجي معكم. وانتم اي واحد كيكون مهتم بشي بلاصه وكيعجبو وكيلقى فيها ذاته، لان كل واحد وشنو كيعجبو. مثلا كاين اللي ما كيعجبوش يعيش هكا في دار حدا دار حدا دار، كاين اللي كيعجبو مثلا ما يعجبوش هكا هاد البني قديم ولا شي حاجه، كاين اللي كيعجبو ديك الديور البني بالحجر، كاين اللي كيعجبو تكون دارو بوحدو غير بالجرده، كاين اللي كيعجبو يكون في مدينه كبيره راقيه. كل واحد وشنو كيعجبو. يعني فاش كتحط لك شي فيديو فانت شنو غيجذبك، شنو اللي غادي يعجبك. وفاش كتعجبك شي حاجه بحال شي لبسه مثلا عجباتك صافي كتمشي كدير تجمع الفلوس وتجتهد وتقلب وتشوف فين كاينه او هذه وتمشي تشريها حتى كتجي تلبسها. وكذلك هادو يعني كنجيب لكم جولات، وانتم بطبيعه الحال اي واحد كيكون مهتم بشي بلاصه ولا عجباتو فهو كيزيد يبحث عليها. انا ما نقدرش يعني ننصحك او لا ننصحك باي بلاصه، لان ما عرفاش الظروف ديالك، ما عرفاش واش عندك شي واحد تما اللي يعاونك يقلب لك الكرا، ما عرفاش واش كاين اللي يستقبلك، لان هذا موضوع واحد اخر غادي نهضر فيه. انا ما عمري ما نقدر ننصح شي واحد، انا اللي كنصحكم انكم حاولوا تشوفوا البلايص اللي فيها شي واحد اللي يوقف معكم، شي واحد اللي يقلب معكم على الكرا، على الاقل غير الكرا، لان اهم عائق هنا في اسبانيا هو الكرا. الا لقيتو الكرا راه تحل واحد المشكل كبير، والشيء الاخر كلشي كيسهل باذن الله. الله يوفقكم والله يعاونكم. حتى الفيديو جاي ان شاء الله.